العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلكة المعتاد بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتري عالي المستوى يلتقي بالرئيس الصومالي. توسيع النشاط الزراعي في أفعى نجاح أبحاث حلحلة النباتات والفواكه. تنديد دولي ودعوات لوقف القتال فورا في ليبيا. بسبب جرائم في الحقبة الاستعمارية بلجيكا تعتذر رسميا للدول الأفريقية وبدء جهود لاحتواء حرائق الغابات في كوريا الجنوبية. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى الوفد عالي المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب برئيس جمهورية الصومال السيد محمد عبد الله فرماجو اليوم السادس من أبريل بالقصر الرئاسي في العاصمة مقديشو. وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية والتنموية والأمنية والعلاقات الخارجية للصومال ومواضيع أخرى. وقد وصل الوفد الإريتري العالي المستوى مقديشو اليوم السبت لزيارة عمل رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى داود ومسؤولون آخرون. ويقوم الوفد الإريتري برابع زيارة عمل رسمية لجمهورية الصومال، وقبل ذلك كان قد قام بزيارة عمل مماثلة إلى هرقيسة بأرض الصومال. أجرى حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود والمسؤولون في الإقليم بجولة استكشافية للتعرف على الإمكانات الزراعية في الإقليم. وبحث حاكم الإقليم خلال لقائه ممثلي سكان ضواحي أفعيون وشلحات وبلقت وسرقون والقعتة بمديرية هابورة وضواحي شاكا وقريت وهوش ووانكي وشقالي بمديرية أصمات. بحثوا توسيع الأراضي الزراعية وحماية أشجار العوبل المستوطنة. وأوضح مسؤول الأراضي في إدارة إقليم عنسبة السيد قيتوم ولد أبزقي ومسؤول مكتب الزراعة في مديرية هابورو المهندس آدم محمد أن الزيارة هدفت لاستكشاف مساحة الأراضي الزراعية وأوضاعها وتقييم أوضاع الثروة القابية. وأكد السكان على استعدادهم لضمان حماية أشجار العوبل التي تواجه الانقراض، مشيدين بجهود إدارة الإقليم لتجميعهم. وشهد السيد علي محمود بمساهمات السكان التنموية داعيا للاستفادة من موارد نهر عنسبة في البستنة وتطوير تربية الماشية. وناشد السكان للاهتمام بخطوط المواصلات والاتصالات وتوفير الآليات لتمهيد الأراضي الزراعية المطرية وصيانة مصادر الطاقة الشمسية المتوقفة عن العمل. أعلن مركز حلحلة الوطني للأبحاث الزراعية بأن الأبحاث التي قام بها المركز في النباتات والفواكه لرفع إنتاجية المزارعين وتغيير حياتهم للأفضل قد حققت نتائج مرضية. وأوضح مدير المركز بالإنابة السيد سقاي برهان أن الأبحاث تجري في النباتات والحيوانات والثروات الطبيعية والبستنة، ويتم توزيع النتائج لمشات القلوج وشنبقة والشعب وحقات وقحتيلاء وغردات. وذكر بأن الأبحاث والتجارب التي جرت في القمح والذرة والبطاطس أنتجت من 20 إلى 30 كنتالا من الهكتار، وتحقيق نتائج جيدة من أبحاث الدخن والسمسم والصوف والحمص والذرة الشامية والقطن والبامية والبصل والفلفل الأخضر والموز والمانجو والتمر. وأشار إلى توزيع نتائج الأبحاث الزراعية للمزارعين النموذجيين في أقاليم الأوسط والجنوبي والقاشبركة وعنسبة وشمال البحر الأحمر. يقوم مزارعو مديرية شعب بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وذكر رئيس جمعية المزارعين في المديرية السيد محمد نور موسى لوكالة الأنباء أن هدفهم رفع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين حياة المزارعين، وأن خبرتهم الطويلة تحقق نتائج مرضية. وقال أنهم يقومون بالنفير مرتين في السنة لبناء الحواجز المائية بدعم الثيران والآليات لاستغلال السيولة المنحدرة من المرتفعات في الزراعة، ونتيجة لذلك ينتجون مرتين وثلاث مرات في السنة.
وذكر بأن السيول القوية العام الماضي أحدثت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية الزراعية، داعيا الجهات المعنية لتقديم الدعم الآلي سريعا لكون الأضرار خارج إطار قدرات المزارعين والجمعية. وتضم جمعية مزارعي الشعب أكثر من 5000 عضو بينهم 800 امرأة. جرت في مديرية ملقي انتخابات مدراء الضواحي ولجان الصلح في المحاكم الأهلية. وقال مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهي أن الانتخابات التي جرت في 19 ضاحية هدفت للحصول السكان على الخدمات العدلية عن قرب. وأشار إلى أنشطة التوعية التي جرت قبل إجراء الانتخابات وانتخاب 45 عضوا في لجان الصلح للعمل في 11 محكمة أهلية. وأكد المنتخبون في لجان الصلح على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم والعمل بتفان وأمانة. عقدت الشرطة لقاءات مع الشعب والطلاب في 13 ضاحية بمديرية لوقو عنسبة للتعريف بالقانون ومكافحة الجريمة. وأوضح قائد مركز شرطة المديرية الملازم شاوش والدقابر أن السيمينارات التنويرية تهدف لتوعية الشعب والحد من الجريمة، داعيا لتعزيز المشاركة والتعاون. من جانبه أوضح مسؤول التحقيقات الجنائية سيد دانيال تخليه أن مكافحة الجريمة قبل تنفيذها الخيار الأفضل، داعيا السكان وأولياء الأمور لتقوية اهتمامهم. وشارك في السيمينارات حوالي 5000 من السكان. السادة والسيدات، إلى فاصل مسمى ونوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع أنهم يعارضون بشدة العمل العسكري في ليبيا، وحذروا ضمنا القائد العسكري خليفة حفتر من مواصلة تقدمه صوب العاصمة طرابلس. وعرب وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا في بيان لهما أرسل وسط محادثات يعقدونها في غرب فرنسا عن اعتقادهم بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي. ويصعد زحف قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر المتحالف مع حكومة موازية تتمركز في شرق البلاد صراعا على السلطة يمزق البلاد منذ لقاحها بمعمر الغزافي منذ 2011. وقالت قوات شرق ليبيا أنها دخلت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس في توقل محفوف بالمخاطر ضد الحكومة المعترف بها دوليا. وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي وسكان أن القتال محتدم قرب المطار الدولي السابق الذي سيطرت عليه قوات حفتر، وأدت خطوة الجيش الوطني الليبي المتحالف مع حكومة موازية مرها إلى تصعيدها الشرق. قدمت بلجيكا اعتذارا عن اختطاف آلاف الأطفال المولودين الأزواج من عرق مختلط خلال الحقبة الاستعمارية بين عامي 1959-1962 في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبروندي ورواندا. ويشكل هذا الاعتذار الاعتراف الرسمي الأول لبلجيكا بمسؤوليتها عن عمليات الاقتلاع القسرية. وكانت بلجيكا قد نقلت آلاف الأطفال من ذوي العرق المختلط المولودين من مستوطنين بيض وأمهات سود في هذه الدولة الواقعة بوسط أفريقيا في نهاية حكمها بموجب سياسة الفصل العنصري، حيث نقلتهم إلى بلجيكا ووضعتهم في دور أيتام. واستمر حكم بلجيكا في دول أفريقية من عام 1800 ولغاية 1960، حيث استغل الملك ليوبولد الثاني الثروة المطاطية فيها وموارد طبيعية أخرى، ما أدى إلى استعباد ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون شخص. قالت حكومة كوريا الجنوبية أن آلافا من رجال الإطفاء والجنود بدأوا جهودا لاحتواء حرائق غابات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، وأجبرت أكثر من 4000 آخرين على الهروب من منازلهم. وقالت الحكومة أن الحرائق اندلعت في إقليم جانغون بشرق البلاد وامتدت إلى مدن ساكتشو وغانجيونغ، كانت قد حرقت 525 هكتارا من الأراضي ونحو 198 منزلا ومخزنا وبنايات أخرى.
وتم إجلاء 2263 مواطنا إلى قاعات رياضية ومدارس، فيما تم إغلاق 52 مدرسة. وقالت الحكومة أنه تم احتواء الحريق في منطقة سوكتشو واحتواء حوالي 50% من الحريق في غانجيونغ. وقال مكتب الرئاسة أن الرئيس مون جي إن أصدر تعليمات باستخدام كل الموارد المتاحة للسيطرة على حرائق الغابات. وختاما في هذه النشرة، قال دينيس مولينبرغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ في بيان أن الشركة تخطط لخفض معدل إنتاج طائراتها 773 إلى 42 طائرة في الشهر من 52 طائرة، بينما تعمل لإنهاء وقف طيران طائراتها ماكس في أعقاب سقوط طائرتين في حادثتين أودية بحياة أكثر من 340 شخصا. وقال المسؤول أن بوينغ تعرف الآن أن سلسلة أحداث تسببت في حادثي ليون إير والخطوط الجوية الإثيوبية، وأن تفعيلا خاطئا لبرنامج الكمبيوتر الذي يمنع التوقف المفاجئ للمحرك كانت صلة مشتركة بين الحادثتين. وأضاف المسؤول أن الشركة تواصل تحقيق تقدم في تحديث برنامج الكمبيوتر بالطائرة 773 ماكس لمنع حوادث مثل هذه من أن تحدث مطلقا مرة أخرى. وقال أنه طلب من مجلس المديرين إنشاء لجنة لمراجعة سياسات وعمليات الشركة لتصميم وتطوير الطائرات. وأضاف أن بوينغ تضع اللمسات الأخيرة على برامج تدريبية ومواد تعليمية تكميلية لزبائن ماكس حول العالم. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله وحفظه.